دائما منكم وإليكم على راديو أثير. تشييع جثمان نائل مع استمرار المواجهات بفرنسا. شيع جثمان الشاب نائل السبت في ضاحية نانتر الباريزية بعدما ألهى بمقتله برصاص شرطي فرنسي، وكذلك اندلاع أعمال شغب وناب ومواجهات في أرجاء فرنسا لليوم الرابع، وخاصة بالأحياء الشعبية. وبدأت السبت مراسم تشييع نائل ذو 17 عاما في الضاحية الواقعة غرب باريس، حيث قضى الثلاثاء واصطفى عدة مئات للدخول مسجد نانتر الكبير الذي كان يحرسه متطوعين يرتدون سترات صفراء، بينما تابع المشهد بضع عشرات من المرة من الجانب الآخر من الشارع. وانتظم المشيعون في الشارع لأداء صلاة الجنازة. وأكد محامو العائلة أن السبت سيكون يوم الصلاة لعائلة نائل، طالبين من وسائل الإعلام عدم الحضور للمراسم احتراما لخصوصية العائلات. وقالت سيدة تشارك في المراسم لوكالة فرانس بريس: لترقد روحه بسلام وتتحقق العدالة، أتيت لمساندة والدته، كان وحيدها. وقالت سيل سبيل، وهي شابة من أصل عربي لرويترز، إنها جاءت للتعبير عن دعمها للأسرة نائل، وأضافت: أعتقد أنه من المهم أن نقف جميعا معا. وقتل نائل وهو من أصل جزائري برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ من العمر 38 عاما تهمة القتل العمد. وأكدت السلطات أن قيادته الخطيرة هي التي بررت التدقيق المروري الذي انتهى بمقتله. ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي وداركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب، وتواصلت في الكثير من الأحياء الشعبية بالبلاد ليل الجمعة والسبت مع تراجع حدتها بحسب وزارة الداخلية. وأحب الفتى موسيقى الراب والدراجات النارية، وكان يعمل موظف توصيل بضائع. وقد ربته والدته بمفردها في نانتر، حيث عاش في شقة في حي بابلو بيكاسو في منطقة لا ديفونس وفقا لفرانس بريس. ونرى السجل الجنائي الخاص بنائل خال من السوابق، لكنه واجه بعض المشاكل مع السلطات إنفاذ القانون لرفضه للانصياع، وفق ما ذكر المدعي العام في نانتر.